متابعين قناة كود ياسين لتعليم السياقة. لو كنت أول مرة كتشوف القناة ديالنا ومازال ما مشتركش فيها، اشترك فيها وفعل الجرس باش يوصلك أي جديد حطيناه في القناة. أي آراء ملاحظات للقناة كتبنا تعليق. وهاد الأسئلة اللي غنشرح دابا راه 100% كتجي في الامتحان، راه 100% كتجي في الامتحان من محور حق الأسبقية. المترشحين اللي عندهم المشكل في المحور ديال حق الأسبقية، إذن غنشرح المحور ديال حق الأسبقية الجزء الأول. تبعوا معي الفيديو حتى الأخير، ما تنساوش تخلي لنا جيم اللي عجبكم الفيديو. سؤال رقم 1: نستعد باش نعطي حق الأسبقية اللي جاي من اليسار. جواب 1. من اليمين جواب 2. إذن في هذه الحالة نستعد لما نعطي حق الأسبقية اللي من اليسار. قدامي واحد الملتقى الطرق غياب تشوير طرقي. ملي كيكون عندي ملتقى الطرق غياب تشوير طرقي كيكون الأسبقية المول اليمين. في هذه الحالة لمن غادي نعطي اليمين، يعني نستعد باش نعطي حق الأسبقية اليمين. الجواب الصحيح 2. السؤال الموالي: نعطي حق الأسبقية. جواب 1. ندوز أنا الأول. جواب 2. هنا قدامي ملتقى الطرق، واش نعطي حق الأسبقية ولا ندوز أنا الأول؟ قلنا إذا كان عندي ملتقى الطرق غياب تشوير طرقي ما كاين حتى شي علامة، غنعطي حق الأسبقية اليمين. إذا في هذه الحالة غياب تشوير طرقي الأسبقية المول اليمين ديالي خاوي، ما كاين حتى شي واحد هنا، غندوز أنا الأول. علاش؟ حيتاش اليمين ديالي خاوي. أما السيارة اللي كاينة هنا كاينة في اليسار ديالي، وأنا في اليمين ديالها، يعني هي خصها تعطيني أنا حق الأسبقية. مفهوم إخوان؟ هي خصها تعطيني أنا حق الأسبقية، إذن أنا ندوز أنا الأول. الجواب 2. السؤال الموالي: واجب على السيارة اللي جاية من اليسار تعطيني حق الأسبقية. نعم. إجابة 1. لا. إجابة 2. واش واجب على السيارة اللي جاية من اليسار تعطيني أنا حق الأسبقية؟ لا. علاش ماشي من الواجب عليها؟ حيتاش أنا اللي خصني نوقف، أنا اللي عندي قيف في هذه الحالة، خصني نوقف ونعطي حق الأسبقية اليمين ولا اليسار. وقف الوقوف إجباري واخا تكون الطريق خاوية. إذن واجب على السيارة اللي جاية من اليسار تعطيني حق الأسبقية؟ لا. علاش؟ أنا اللي خصني نعطيها حق الأسبقية، حيتاش أنا عندي قيف، وقيف الوقوف إجباري ونعطي اليمين واليسار. السؤال الموالي: عند ملتقى الطرق اللي جاي من الواجب نوقف. نعم. جواب 1. لا. جواب 2. نعطي حق الأسبقية اللي جاي من اليسار. جواب 3. نعطي حق الأسبقية اللي جاي من اليمين. جواب 4. إذن قال لي عند الملتقى الطرق اللي جاي واش من الواجب عليا نوقف؟ نقول له نعم. نعطي حق الأسبقية اليسار واليمين؟ نعم. علاش؟ لأن الملتقى الطرق اللي جاي غنلقى علامة قيف على بعد 150 متر، ألقى واحد قيف، خصني نوقف إجباري ونعطي حق الأسبقية اليمين واليسار. فوقتاش يكون الوقوف ماشي إجباري؟ إلا لقيت العلامات ليس لكم حق الأسبقية، مثلا ما نلقى غير المثلث مقلوب ما كايناش قيف، ما يكون الوقوف ماشي إجباري. ولكن لا لقيت قيف راه الوقوف إجباري وخصني نعطي حق الأسبقية اليمين واليسار. إذا الجواب الصحيح هو 1 و3 و4. السؤال الموالي: باغي نغير اتجاه اليسار، ندوز قبل هاد السيارة. نعم. جواب 1. لا. جواب 2. إذن أنا باغي نغير اتجاه اليسار، واش ندوز قبل هاد السيارة؟ نعم. علاش؟ حيتاش قلنا الملتقى الطرق غياب تشوير طرقي أسبقية المول اليمين. في هاد الحالة الإخوان راه اليمين ديالي خاوي، ندوز أنا الأول. الجواب الصحيح رقم 1. السؤال الموالي: عند ملتقى الطرق من الواجب عليا نوقف. جواب 1. نعطي حق الأسبقية اللي جاي من اليمين. جواب 2. نعطي حق الأسبقية اللي جاي من اليسار. جواب 3. عند ملتقى الطرق واش من الواجب عليا نوقف؟ لا. نعطي حق الأسبقية اللي من اليسار؟ نعم. علاش؟ حيتاش ألقى ملتقى الطرق على بعد 150 متر،
يكون الوقوف ماشي اجباري، غنلقى غير ليس لكم حق الاسبقيه. هاد المثلث ملي كيكون عندي هاد المثلث مقلوبه اخوان كيكون الوقوف ماشي اجباري. اذا الجواب الصحيح في السؤال هو 2-3، هو 2-3. السؤال الموالي، بغيت نغير اتجاه اليسار ندوز قبل هاد السياره جواب 1، من بعد السياره جواب 2. دابا اخوان هاد السؤال راه بزاف اللي كيتلفوا فيه. بغيت انا نغير اتجاه اليسار، واش ندوز قبل السياره ولا من بعد السياره؟ هاد السؤال كيدوخ بزاف. دابا هنا اخوان عندنا نفس البلاكه، انا عندي قيف، السياره اللي قبالتي حتى هي عندها قيف. في هاد الحاله نطبق القاعده، انا بغيت نغير اتجاه اليسار، السياره اللي قبالتي كتلقى في اليمين ديالي، يعني خصني نعطيه حق الاسبقيه ندوز من بعد منها، خصني ندوز من بعد منها. اذا الجواب رقم 2. السؤال الموالي، نسمح بالمرور لهاد السياره جواب 1، ندوز انا الاول جواب 2. يلا اخوان الجواب الصحيح في السؤال هو رقم 2، ندوز انا الاول. علاش؟ حيت السياره اللي جايه قبالتي عندها هي العرقله في الطريق ديالها، عندها العرقله في الطريق ديالها، في اليمين ديالها عندها العرقله، ندوز انا الاول. الجواب الصحيح رقم 2. ندوز جواب 1، نوقف وننتظر اشاره الشرطي مرور جواب 2. هنا في هذه الحاله الاخوان واخا ملتقى الطرق غياب تشوير طرقي، كاين عون المرور عاطيني بالدار ديالو، خصني نوقف وننتظر اشاره الشرطي المرور. الجواب الصحيح رقم 2. نسمح بالمرور للسياره وندوز ولا نوقف وننتظر اشاره شرطي المرور؟ في هذه الحاله اخوان واش نسمح بالمرور للسياره وندوز؟ لا، نوقف وننتظر اشاره شرطي المرور. نعم، حيتاش كاين الشرطي عاطيني في الحاله بالدار ديالو، خصني تعطيني الاشاره باش ندوز. اذا الجواب الصحيح هو رقم 2 و3. غادي يكون من الواجب عليا نوقف جواب 1، نعم. جواب 2 لا. نعطي حق الاسبقي اللي يجي من اليسار جواب 3، نعطي حق الاسبقي اللي يجي من اليمين جواب 4. هنا واش يكون من الواجب عليا نوقف؟ لا. نعطي حق الاسبقيه اليسار واليمين؟ لا. علاش؟ حيت اللي جايين من اليسار واليمين عندهم ليس لكم حق الاسبقيه، هما اللي خصهم يوقفوا. انا اذا في هذه الحاله تكون عندي الطريق ذو اولويه، انا اللي عندي حق الاسبقيه، اذا ما نعطيش حق الاسبقيه للي من اليسار ويكون واجب عليا نوقف؟ لا. اذا في هذه الحاله الجواب الصحيح هو رقم 2. واش نعطي حق الاسبقيه اللي جاي من اليسار؟ لا. اللي جاي من اليمين؟ لا. الجواب الصحيح في السؤال هو رقم 2، حيت انا نكون عندي انا الطريق ذو اولويه في هذه الحاله الاخوان. باش نغير اتجاه اليمين ندوز جواب 1، نوقف جواب 2. في هذه الحاله الاخوان باش نغير اتجاه اليمين واش ندوز ولا نوقف؟ باش نغير اتجاه اليمين واش ندوز ولا نوقف؟ هنا كاين الضو احمر، الضو احمر خصني نوقف، ولكن كاين شرطي المرور، شرطي المرور لغى لي الاشاره ضوئيه، في هذه الحاله يمكن لي ندوز. اذا الجواب الصحيح في السؤال هو رقم 1، ندوز. بالتوفيق والنجاح للجميع. السلام عليكم متابعين قناة كود ياسين لتعليم السياقة. متابعين قناة كود ياسين لتعليم السياقة لأول مرة كيشوف القناة ديالنا وما مشتركش فيها، يشترك فيها ويفعل الجرس باش يوصلك أي جديد حطيناه في القناة. ولا كنتي مهتم خلينا تعليق. السؤال الأول، المسلك اللي على اليمين هو مسلك للدراجات؟ جواب 1، مكان مخصص للتوقف. جواب 2، ممر خاص بالحافلات. جواب 3. الجواب اللي صحيح رقم 1، المسلك اللي على اليمين ديالي هو مسلك للدراجات. كيف كتشير العلامه ديال الخاص، يعني هذا المسلك هذا اللي كاين هنا في اليمين ديالي مسلك للدراجات. الجواب الصحيح رقم 1، ممنوع فيه السير والوقوف والتوقف، هذا المسلك هذا خاص بالدراجات. اجابه رقم 1. سؤال رقم 2، ندوز انا الاول. جواب 1، نسمح بالمرور لهاد السياره. جواب 2. الجواب الصحيح رقم 2، خاصني نسمح بالمرور لهاد السياره هادي. هنا عندي علامه ديال الخطر، طريق ضيقه، المسافه محدوده، يعني كاينه قنطره. هاد السياره كنشوفو دخلت لهاد القنطره، ديما القنطره اللي دخل ليها الاول هو اللي كيدوز، يعني السياره راه دخلت وصلت للقنطره، انا مازال بعيد، خاصني نسمح ليها تدوز هي الاولى. اذا الجواب رقم 2. ابتداء من هاد العلامه غادي ندخل تجمع سكني. نعم. جواب 1 لا. جواب 2. السرعه ديالي كتحدد. نعم. جواب 3 لا. جواب 4. الجواب اللي صحيح في السؤال 1 3.
ابتداء من العلامة غندخل تجمع سكني، نعم. السرعة ديالي كتحدد، نعم. ديما داخل تجمع سكني السرعة ديالنا كتحدد في 60. وغندخل تجمع سكني، نعم. عندي العلامة ديال الإرشاد مكتوب فيها أجل موس، ما كاينش شي عدد الكيلومتراج، يعني راني داخل تجمع سكني، نعم. السرعة ديالي كتحدد. قبل ما نتقابل أو نتجاوز فارس ينصح باستعمال المنبه الصوتي، نعم. جواب واحد، لا جواب جوج. الجواب اللي صحيح هو رقم جوج. المنبه الصوتي ممنوع عليا نستعملو على فارسي، نقدر نستعمل عليه المنبه الصوتي ويتخلع ويدخل لي للطريق، إذا في هذه الحالة ممنوع عليا استعمال المنبه الصوتي. يمكن لي نكمل السير في هاد الطريق، جواب واحد. هاد الطريق عنده اتجاه واحد، جواب جوج. هاد الطريق بدون مخرج، جواب ثلاثة. الجواب اللي صحيح واحد ثلاثة. راه يمكن لي نكمل السير في هاد الطريق، نعم. وهاد الطريق بدون مخرج. باش عرفت هاد الطريق بدون مخرج؟ لأن العلامة ديال الإرشاد كتقول لي الطريق مسدودة، يعني يمكن لي ندخل مع الطريق هادي ولكن راه مسدودة. إلا بغيت نرجع خصني إما ندير نص دورة ولا نقوم بالرجوع للخلف. إذا الجواب واحد ثلاثة. الجواب صحيح واحد ثلاثة. عند وجود هذه العلامة من الواجب عليا ننقص من السرعة، جواب واحد. ما نرميش بقايا السجائر، جواب جوج. نستعمل المنبه الصوتي، جواب ثلاثة. إذا إلا كنت غادي ولقيت هذه العلامة هذه ديال الإرشاد خصني نتجنب أسباب اشتعال النار. أي حاجة لما تسبب لي اشتعال النار نتجنبها، يعني بقايا السجائر، شي زجاج، شي حاجة ممنوع عليا، يعني ما نرميش بقايا السجائر. علاش؟ حيتاش قدرت تسبب لي في النار، اشتعال النار، وكاين هنا الغابة. إذا الجواب صحيح رقم جوج. العلامة كتعلم على خطر أشغال، جواب واحد. تساقط الأحجار، جواب جوج. أحجار في الطريق، جواب ثلاثة. بالنسبة لهذه العلامة ديال الخطر هي علامة متقدمة، هي علامة متقدمة كتعلمني باللي تساقط الأحجار والأحجار في الطريق، الجواب الصحيح جوج ثلاثة. منين الأحجار كتساقط راه غادي نلقى حتى الحجر طايح في الطريق. إذا الجواب الصحيح للسؤال هو جوج ثلاثة، جوج ثلاثة. ابتداء من العلامة يمكن لي نسوق ب50 كيلومتر الساعة، جواب واحد. ب70 كيلومتر الساعة، جواب جوج. ب100 كيلومتر الساعة، جواب ثلاثة. 120 كيلومتر الساعة، جواب ربعة. دابا ابتداء من العلامة، هاد العلامة نهاية تحديد السرعة في السين، يعني من قبل كان ممنوع عليا نفوت السين، ودابا مسموح لي نمشي كثر من 60، غير ما نتعداش السرعة القانونية. شنو هي السرعة القانونية؟ يعني ما نتعداش 100، ما نفوتش 100. هذه الطريق الرئيسية هنا محدودة السرعة في 100. إذا باش يمكن لي نمشي، بغيت نمشي ب50 70 60 80 90، غير 100 فوق 100 لا. يعني الجواب صحيح واحد وجوج وثلاثة. الإخوان اللي عنده شي سؤال يخلي لي في التعليق، اللي عنده شي سؤال يخلي لي في التعليق، واللي بغى يستافد من المجموعة في الواتساب يتواصل معنا في الصفحة ديال كود سياقة 2023. ابتداء من هذه العلامة يمكن لي نسوق ب60 كيلومتر الساعة، جواب واحد. ب70 كيلومتر الساعة، جواب جوج. ب110 كيلومتر الساعة، جواب ثلاثة. دابا ابتداء من هذه العلامة باش يمكن لي نمشي، هذه علامة نهاية المنع، السين. من قبل كانت السرعة محدودة في 60، دابا النهاية ديالها قلنا يمكن لي نمشي ب60 ويمكن لي نمشي ب70 و80 و90 و100، غير ما نتعداش 100. إذا الجواب صحيح واحد جوج، يعني باش نفوت 100 إلا. السؤال الموالي، الخط المرسوم على عرض الطريق كيعلم على ممر خاص بالراجلين، جواب واحد. ولا المكان اللي من الواجب عليا نوقف فيه، جواب جوج. دابا هذا الخط هذا اللي مرسوم على العرض ديال الطريق هذا كيكون مع علامة قيف، هذا بحالو بحال قيف. إذا المكان اللي من الواجب عليا نوقف فيه، هذا الخط هذا الإخوان اللي متصل كيكون بحال هكا، كيكون مع قيف بحالو بحال علامة قيف، مفهوم؟ إذا الجواب الصحيح هو رقم جوج. نقص من السرعة، جواب واحد. نشد اليمين، جواب جوج. عند الضرورة من الواجب على السيارة الأخرى توقف، جواب ثلاثة. أنا اللي لازم نوقف، جواب ربعة. الجواب اللي صحيح واحد وجوج وربعة. خاصني نقص من السرعة لأن عندي علامة ديال الخطر، خاصني نقص من السرعة وخاصني نشد اليمين ديالي. عند الضرورة أنا اللي خاصني نوقف، علاش؟ لأن السيارة هي دخلت لهاد القنطرة هادي، دخلت لهاد القنطرة وما غاديش ندوزو فيها بجوج بينا، يعني التقابل باش نتقابلو هنا بجوج صعيب.
يعني انا اللي خصني نوقف نسمح لها دوز. علاش؟ حيتاش هي دخلت. اذا الجواب الصحيح 1 2 4. هاد العلامة كتمنع مرور الحيوانات الأليفة. نعم جواب 1. لا جواب 2. إذن واش هاد العلامة كتمنع؟ لا، هذه خاصة بالحيوانات الأليفة. واش هذه ديال المنع؟ لا. علامة المنع كيف كيكونوا دايرين؟ كيكونوا علامات دائريين باللون الأحمر، هما ديال المنع. أما هادو ديال الخاص. هاد العلامة واش كتمنع؟ لا، هذه خاصة. إذا الجواب صحيح رقم 2. يمكن لي ندور على اليمين؟ جواب 1 نعم جواب 2 لا. على اليسار؟ نعم جواب 3 لا جواب 4. قدامي ملتقى الطرق، عندي علامات الإجبار، إجباري نتبع الفليش على اليمين. أما على اليسار لا. على اليسار لا. علاش؟ حيتاش عندي هاد العلامة هادي إجباري ندور على اليمين. أما على اليسار لا. إذا الجواب صحيح 1 4. الجواب الصحيح 1 4. هاد العلامة كتمنع التجاوز على السيارات. جواب 1. العربات ذات الوزن الثقيل. جواب 2. الدراجات. جواب 3. بالنسبة لهاد العلامة الإخوان كتمنع جميع السيارات اللي عندهم 4 العجلات باستثناء الدراجة النارية. يعني الدراجة النارية هي اللي ما معنياش بهذا المنع. شاحنات، حافلات، سيارات، هادو كاملين ممنوع عليهم يدبلوا. إذا الجواب الصحيح 1 2. قلنا باستثناء الدراجة النارية، باستثناء الدراجة النارية. الجواب الصحيح 1 2. هاد العلامة كتعلم على طلعة وهبطة. جواب 1. حركة السير في اتجاهين. جواب 2. أسبقية العربة اللي جاية من القدام. جواب 3. بالنسبة للعلامة هي ديال الخطر. علامة الخطر كيكونوا متقدمين، ولكن باستثناء هاد العلامة هذه وضعية كتطبق مع هاد العلامة. علاش؟ كتقول لي حركة السير في اتجاهين. حركة السير في اتجاهين. طريق كدي وحدة كتجيب، طريق كدي وحدة كتجيب. حركة السير في اتجاهين. الاستثناء هاد العلامة الاستثنائية اللي هي وضعية، أما علامة الخطر كلهم متقدمين. باش نمشي للرباط واجب عليا ندور على اليمين. نعم جواب 1 لا جواب 2. واش باش نمشي للرباط واجب عليا ندور على اليمين؟ لا، ماشي من واجب عليا ندور على اليمين. علاش؟ الشاحنات هما اللي غيدوروا على اليمين، اما انا لا. الجواب الصحيح رقم 2. يمكن لي ننقص من السرعه ديالي وندوز. جواب 1. واجب عليا ناخذ طريق اخرى. جواب 2. بالنسبه للسؤال الاخوان فيه شويه الغموض. هذا السؤال هذا فيه شويه الغموض. يمكن لي ننقص من السرعه ديالي وندوز. نعم. واجب عليا ناخذ طريق اخرى. نعم. هنا الاخوان عندي انا مازال لي يعني زاديت لقيت الاشغال والطريق مقطوع على بعد 300 متر، يعني خصني ننقص من السرعه ديالي وندوز. خصني ننقص من السرعه ديالي وندوز. وواجب عليا ناخذ طريق اخرى. نعم. علاش؟ حيت ملي ما نزيد 300 متر اخوان، ملي ما نزيد 300 متر غنلقى الطريق من هنا مقطوعه. خصني ناخذ هاد الطريق هادي، خصني ناخذ هاد الطريق هادي منين هابطين الشاحنات. إذا الجواب الصحيح في السؤال هو 1 2. بالتوفيق والنجاح للجميع الإخوان والأخوات. السلام عليكم متابعين قناة كود ياسين لتعليم السياقة. متابعين قناة كود ياسين، اللي قرب عنده الامتحان بالتوفيق والنجاح، واللي مازال ما دفع الدوسي ديالو يحاول يدفع في أقرب وقت، لأنه غيتبدل الكود. بالنسبة للأسئلة اللي غادي نشرح دابا راه هما اللي كيجيو في الامتحان، راه هما اللي غتلقى يوم الامتحان 100%. راه نفس الأسئلة نفس الصور غتلقاها في الامتحان. ولا تبعتي معنا في القناة راه النجاح ديالك إن شاء الله وبإذن الله مضمون. بالتوفيق والنجاح للجميع. إلا كنتي أول مرة كتشوف القناة ديالنا ما تنساش دير فيها الاشتراك، ودير جيم الفيديو إلا عجبك، وتخلي لنا آراء ديالك في تعليق. ولا بغيتي تستافد من مجموعة في الواتساب تواصل معنا في الصفحة ديال كود سياقة 2023. السؤال رقم 1: مستوى الماء التبريد كافي؟ نعم جواب 1 لا جواب 2. الجواب اللي صحيح في السؤال هو رقم 1 نعم. هنا المستوى ديال الماء التبريد راه كافي. باش عرفناه كافي لاحظنا مزيان وشفنا عندي الماكسيمو والمينيمو.
في هذه الحالة الإخوان هاد القرعة ديال الماء، هاد العبار راه بين الماكسيمو وبين المينيمو. ها المينيمو فين كاينة، ها الماكسيمو فين كاينة، يعني هاد العبارة هذا بيناتهم. كان هابط على المينيمو نقول ما كافيش، ولكن دابا راه بيناتهم وقريب للماكسي راه كافي في هاد الحالة. الجواب الصحيح في السؤال هو رقم 1. السؤال الموالي: المراية الداخلية إجبارية للسيارات؟ نعم جواب 1 لا جواب 2. من الواجب المراقبة ديالها ديما قبل الانطلاق؟ نعم جواب 3 لا جواب 4. الجواب اللي صحيح في السؤال 1 و 3. هاد المراية الداخلية راه إجبارية للسيارات، وديما خصني قبل الانطلاق نراقبها، يعني نشوف واش مقادة ولا ما مقاداش. إذا الجواب صحيح في السؤال هو 1 3. الجواب صحيح في السؤال هو 1 3. السؤال الموالي: هاد الحمولة ما خاصهاش تجاوز في الخلف أكثر من مترو؟ جواب 1. 3 مترو جواب 2. من الواجب نشيرو لوجودها بالنهار؟ جواب 3. بالليل جواب 4. الجواب الصحيح رقم 2 و3 و4. هاد الحمولة الإخوان ما خصهاش تجاوز في الخلف أكثر من 3 متر، يعني هاد الحمولة اللي كتكون خارجة في الآخر ديال السيارة ما خصهاش تجاوز تفوت 3 متر، وخصنا نشيرو الوجود ديالها يا بالنهار يا بالليل. غير بالليل خصني ندير شي حاجة عاكسة اللي بان فيها الضوء. مفهوم إخوان؟ إذا الجواب الصحيح في السؤال هو رقم 2 و3 و4. السؤال الموالي: باش نسوق هاد الشاحنة اللي مجموع الوزن ديالها مع الحمولة هو 2500 كيلوغرام، من الواجب نتوفر على شهادة التأمين؟ نعم جواب 1 لا جواب 2. الضريبة على المحور؟ نعم جواب 3 لا جواب 4. الجواب اللي صحيح الإخوان هو رقم 1 و4. هو رقم 1 و4. يعني هنا راه من الواجب عليا خاصها تكون عندي شهادة تأمين، أما الضريبة على المحور لا. فوقتاش غادي نخلص الضريبة على المحور؟ إلا تعداه 3000، إلا فاتت 3000، أما دابا لا. إذا الجواب الصحيح 1 4. السؤال الموالي: هاد الضوء الجاذب الإشعال كيعلم على أن المحرك سخان بشكل غير عادي؟ نعم جواب 1 لا جواب 2. من الواجب نقص من السرعة وننتظر حتى يطفى؟ إجابة 3. ولا نوقف في الحال؟ إجابة 4. بالنسبة للإخوان هاد الضوء هذا اللي شعل لي هنا، كنشوف هنا عندي شعل لي هاد الضوء اللي الرسم ديالو ديال المفتاح، هذا إخوان ديال السخونية. كيقول لي يعني الموتور ديال السيارة سخان بواحد الشكل اللي هو كبير. في هذه الحالة الإخوان هاد الضوء هذا ماشي كنقص من السرعة وننتظر حتى يطفى، كيخصني نوقف في الحال. إذا الجواب الصحيح هو 1 4. شنو هي الأضواء اللي ما كنوقفوش فيها الإخوان؟ هو لا شعل لي الضوء ديال الباتري، لا شعل لي الضوء ديال الباتري راه ما كنوقفش فيه. لا شعل لي الضوء ديال الباتري شنو كيقول لي لأن الباتري ما بقاش يتسارجا، يعني خصني نطفي شي حاجة كتكون كتستهلك من الباتري، بحال مثلا الا كنت شاعل الموسيقى ولا الراديو ولا داير شي تليفون كيتسارجا خصني نحيدهم، يعني الباتري ما بقاش كيتسارجا. الا شعل لي هاد الضوء هذا ديال الباتري الاخوان هذا هو الواحد اللي ما كنوقفش فيه، اما هادو كنوقف فيه، اما هذا ديال الزيت كنوقف فيه، ديال السخونيه كنوقف، اللي داين الضوء الاحمر اللي ما كنوقفش فيه هذا ديال الباتري راه ما كنوقفش فيه. اذا الجواب هو رقم 1 4. السؤال الموالي: مسموح بالسير في هذه الوضعية غير في التجمعات السكنية؟ جواب 1. غير على مسافة قصيرة؟ جواب 2. ما مسموحش بالمرة؟ جواب 3. بالنسبة لهنا الإخوان لا لاحظنا مزيان وشفنا هاد سائق السيارة دار واحد الخطأ، دار واحد الغلط. شنو دار؟ كيسارجي واحد السلعة، جايب واحد السلعة واحد الكراطن كيسارجيهم في السيارة ديالو، ولكن شوف هنا فين حاط الكرتون، حطو اللور هنا راه حجب عليه
الرؤيه ديال المرايه لداخل، يعني المرايه اللي عنده لداخل ما غاديش يبقى يشوف بها. حنا كنعرفوا المرايه الداخليه راه اجباريه للسيارات. اذا في هذه الحاله واش مسموح السير في هذه الوضعيه غير في التجمعات السكنيه ولا غير على مسافه قصيره؟ ما مسموحش بالمره. الجواب 3. الحاجه اللي كتخالف القانون راه ممنوعه. اذا الجواب صحيح الاخوان راه هو رقم 3. السؤال الموالي: من الواجب تبدل مساحات الزجاج مجرد ما تبدا تخلي اثار على الزجاج ديالي؟ نعم، هاد الصويكلاص اللي بقات كتكربش لي هاد الباربريز راه خصني نبدلهم، راه من الواجب عليا نبدلهم. مفهوم اخوان؟ هي تقريبا هاد الصويكلاص راهم كتبدلوا كل عام بالنسبه من الفصل الخريف للفصل الخريف مع بدايه فصل الشتاء، ولكن الاخوان اللي بداو يكربشوا لي هاد الزجاج الباربريز خصني نبدلهم. اذا الجواب صحيح رقم 1. السؤال الموالي: يمكن لي نستمر في السير غير بهاد العجله؟ نعم، جواب 1 لا جواب 2. واش يمكن لي نستمر في السير بهاد العجله؟ لا. علاش؟ هنا هاد العجله هاد النقوش ديالها ممسوحين، الاطار ديالها الجانبي ممسوح، يعني هذه غير صالحه للسير. اذا الجواب صحيح هو رقم 2. السؤال الموالي: يمكن الاشياء المحموله فوق السياره تجاوز القدام ديال السياره وحده؟ جواب 1. الخلف ديال السياره وحده؟ جواب 2. القدام والخلف ديال السياره بجوج؟ جواب 3. ديما قلنا الاشياء المحموله راه يمكن لها تجاوز في الخلف ديال السياره وحده. اذا الجواب صحيح في السؤال هو رقم 2. التأمين الأدنى الإجباري على السيارة يسمى المسؤولية المدنية؟ جواب 1. أضرار الناجمة عن الحوادث؟ جواب 2. أشخاص المنقولة؟ جواب 3. الجواب الصحيح هو رقم 1. التأمين الأدنى الإجباري على السيارة كيتسمى المسؤولية المدنية. ديال الجواب الصحيح في السؤال هو رقم 1. بالتوفيق والنجاح للجميع الإخوان والأخوات. للمزيد من الأسئلة كاينة عندنا في القناة، حاولوا تراجعوا عندنا في القناة راه نفس الأسئلة اللي كتجي في الامتحان. بالتوفيق والنجاح للجميع. واللي بغى يدخل معنا الجروب ديال الواتساب يحاول يتواصل معنا في الصفحة ولا في الصفحة ديال الفيسبوك كود سياقة 2023.